ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي بنكمل معاكم تلخيص مسلسل كتالوج، وده تلخيص الحلقة الخامسة. الحلقة بتبدأ لما يوسف بيبقى بيجهز لحفلة عيد ميلاد كريمة، وبيبقى حنفي متراهن مع أم هاشم على 100 جنيه لو يوسف طلع ناسي العيد الميلاد، وبتكسب أم هاشم الرهان، وبيمشي يوسف قبل ما كريمة تشوف خطة تجهيز الحفلة. وبيتكلم منصور مع يوسف وبيبقى عايز ياخد التليفون منه على اساس ان هو هيكلم صاحبه. وبعد ما منصور ياخد التليفون بيجي يمسح الايميل اللي بعتها المدرسه علشان ما يشوفش درجاته. وهويدا بتكون بتكتب في روايه وبتقول لصاحب باباها كده، فبينصحها صاحب باباها انه ياخدها ينشرها. وبنشوف كريمه وهي واقفه مع مازن صاحبها، وبيشوفها يوسف فبتكذب عليه وبتقوله ان هو اخو هانيا صاحبتها، فعشان كده هي واقفه معاه. وهويدا بتيجي تقعد معاهم في النادي وبتبلغ كريمه انها بقت بطله المسرحيه واتقبلت فيها. وبيقابل أسامة هالة وبتكون مع أصحابها، وهو متضايق إن هي جابت صاحبها. وبيتكلم يوسف مع أسامة وبيقوله إن هو شاكك في أم هاشم إن هي بتسرقه، وبيطلع نضارته من شنطة أم هاشم. وفي الشغل تامر ويوسف بيتكلموا مع بعض إن في مشكلة في الشركة، وإن هما ابتدوا يصفوا الموظفين، فبيقترح عليه إن هو يتكلم مع واحدة اسمها نصدي ويشاركها. ويوسف بيبقى معترض على الفكرة لكن تامر بيقنعه، وبيروحوا ليها وهي بتقول لهم ان هي نسبة شركتها هتبقى 40%، فبيقول لها ان هم هيفكروا. وبيجي ليوسف استدعاء ولي امر، والمديرة بتدي ليوسف نتيجة منصور وانه جاله ايميل بكده، فبيعرف يوسف ان منصور مسح الايميل من على تليفونه. وبيتكلم يوسف مع منصور وبيقوله ان هو عرف نتيجته وهيعاقبه ان هو مش هيتدرب ولا هيروح الماتش غير لما درجاته تتعدل. وبيكون يوسف طالع على السلم وبيفتح القبطان الباب وبيديله 100 جنيه وبيعرفه ان ام هاشم كسبت الرهان عشان افتكر عيد ميلاد بنته. وحنفي بيتكلم مع يوسف وبيبقى معترض على فكرة انه يعاقب منصور بان هو ما يروحش التدريب ولا الماتش، ويوسف بيقوله انه مش هيخليه يلعب غير لما درجاته تتحسن. فبيقرر حنفي انه يذاكر لمنصور. واسامه بيعرف يوسف ان سماعته مش لاقيها، وبيقوله ان هو ركب كاميرا وهيصور ام هاشم وهي بتسرق. وبياخد يوسف كريمه عشان يجيب لها لبس العيد ميلادها، وبيبقى مش مقتنع باللي هي لابساه، لكن هويدا بتقنعه. وبيروحوا عيد الميلاد وبيشكر يوسف هويدا على عيد الميلاد. وبيعرف أسامة هالة إن أمينة كانت عايزة تتطلق وتسيب يوسف. وبتقعد أمهات الطلبة مع يوسف وبيشوف يوسف مازن، فبيقول لهنا إن ابنها جه، فبتقول إن هي ما عندهاش ولاد. فبيروح يوسف وبيسمع مازن وهو بيقول لكريمة إنه معجب بيها، فبيزعق يوسف معاه وبيزعق مع كريمة، وكريمة بتسيبه وتمشي وبتبقى متضايقة. ويوسف بيشوف درجات منصور إنها اتحسنت وبيتبسط يوسف. وأسامة بيدي ليوسف فيديو لأم هاشم وهي واخدة الشاحن، فبينادي يوسف عليها وبيواجهها، فبتاخد الحاجة اللي هي كانت واخداها من الدرج وبتقوله ان هي كانت شايلاهم عشان هو بيضيع حاجته. فبيتأسف يوسف لأم هاشم، وبتروح كريمة ومنصور علشان يتأسفوا ليوسف، فبيتصالح معاهم وبيتفق معاهم انهم ما عادش يخبوا عليه حاجة تاني، وبيصالحهم. وبيصالح كريمة وبيعمل لها عيد ميلاد وبيديها السلسلة هدية وبتكون بتاعة مامتها. وبيتكلم يوسف مع هويدا وبيشكرها، وبيبان على هويدا ان هي اعجبت بيوسف. ويوسف بيبقى عايز يفتح فيديوهات أمينة لكن القناة بتاعتها بتبقى مقفولة. وبتخلص الحلقة على كده، وبتيجي دلوقتي فقرة حذر فزر، والسؤال هو أم هاشم وحنفي كانوا متراهنين على كام؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.